السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف مع بعض تعليق عمرو يوسف على الأزمة اللي مرت بيها كندا علوش. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة، ده لو أول مرة تشوفوني عشان كل الجديد يوصل لكم. وفي أول تعليق من الفنان عمرو يوسف على مرض زوجته الفنانة كندا علوش بمرض السرطان، حرص على دعمها من خلال صفحته الرسمية، وده بموقع الصور الشهير انستجرام. ونشر عمرو صورة بتجمعه بزوجته الفنانة كندا علوش، وعلق عليها قائلا: الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. ظروف صعبة مرينا بيها على مدار سنتين، لكن انت كنت مؤمنة ومسلمة أمرك لله، وظهورك وكلامك أول ناس كتير هتبدأ رحلتها وكانت خايفة. وأكمل عمرو: لكن انت في عز تعبك اديتيهم قوة، ربنا يخليكي ليا ولأولادك والحبايبك في الدنيا كلها اللي ما بطلوش دعاء ليكي. وقال عمرو: ربنا يحبب فيكي خلقه كمان وكمان، عشان انت تستاهلي كل حب الدنيا يا اجمل قلب في الدنيا. وكانت كشفت الفنانة كندا علوش عن اصابتها بمرض سرطان الثدي، وده من خلال العامين الماضيين، وهو ما تسبب في اختفائها بشكل مفاجئ عن الساحة الفنية. واوضحت كندا علوش في لقائها مع الاعلامية منى الشاذلي انها اخفت خبر اصابتها بمرض السرطان عن الجميع ما عدا أسرتها وعدد قليل من أصدقائها. وقالت كندا إنها حاولت التعايش مع المرض وتقبل وضعها من أجل أسرتها وأطفالها. وكمان قالت إنها بعد اكتشاف إصابتها بالمرض بشهر واحد اكتشفت خلال تلقيها جلسات الكيماوي إصابة والدتها الأخرى بنفس المرض وهو سرطان الثدي. وقالت كندا خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي: عمري ما قلت ليه يا رب، وحسيت إن ربنا بيوصل لي رسالة إني أهتم بنفسي وبصحتي وبوالدتي. من هنا بندعي بالشفاء العاجل للفنانة الجميلة كندا علوش. وأعلنت الفنانة كندا علوش عن تلقيها الدعم من نجم المنتخب المصري ومهاجم ليفربول الإنجليزي اللاعب محمد صلاح، واللي أجرى مكالمة بينه وبين زوجها الفنان عمرو يوسف. وبتقول كندا إن عمرو كان قاعد ولقيته متحمس جدا في المكالمة، كمان لقيته بيقول الحمد لله هي كويسة. قالت كندا عمرو: عن مين اللي بيكلمه؟ وقال لها محمد صلاح. قالت له: مين محمد صلاح؟ مو صلاح؟ قال لها: ايوه مو صلاح. وقالت كندا: والله العظيم يا عمرو انا مش مصدقه، ايه الحلاوه دي؟ وبعدها بفتره لقيت عمرو بيتكلم بنفس الحماسه وبيقول لي: في حد عايز يكلمك تعالي بس. وانا بمسك التليفون قال لي محمد صلاح، ولقيته بيقول لي طمنيني. قلت له انا كويسه جدا وخلاص بخلص الكيماوي. وقال لي: عايزك تعرفي ان ليكي عيله وليكي بيت هنا، واسمحي لي يا كندا اني اطمن عليكي تاني. وعلقت كندا قالت قد ايه هو انسان نقي وبسيط، انه دور على الرقم واتصل اول مره وتاني مره باشخاص هو ما يعرفهمش بقى. ولقيته بيقول لي: انت عارفه غالي علينا قد ايه؟ وقلت له: انت اللي غالي.